السلام عليكم. اليوم نسوي معاكم دجاج مقرمش خالي من الجلوتين. حابين تجربون معانا الطريقة؟ تابعونا. استخدمت دجاج سادية تندر، قطعته لقطع أصغر وحطيت معاه علبة روب مع ملعقة من بهارات الدجاج الخالية من الجلوتين، وبعدها بنضيف بعد ما نحط البهارات بنضيف ملعقة من الباربيكيو صوص الخالي من الجلوتين من شركة أمريكان جاردن، وملعقة من الكاتشب من نفس الماركة، ونخلطه كله مع بعض ونتركه على جنب. ونبدأ بالخلطة الثانية. نحط بصينية نص كوب من الطحين، استخدمت طحين ترانيس، وملعقة من نشا الذرة، نستخدم ماركة مسموحة لمرضى السيلياك، وملعقة من بهارات الدجاج نفسها اللي استخدمناها في الخلطة الأولى. نخلط المكونات مع بعض ونضيف لها بيضة ونص كوب من الماء، ونخلط كل المكونات مع بعض إلى أن نحصل لعجينة طرية تكون بهذا القوام. وبالنسبة للطبقة الثالثة بنحطي الكورن فليكس المكسر أو طبقة من الطحين. ناخذ قطع الدياي نغمسها بالطبقة الثانية اللي سويناها، وبعدها نحطها في الكورن فليكس ونقلبها بشوكة، ونكمل بنفس الطريقة كل القطع، إما بالكورن فليكس أو بالطحين، ونحطها بصحن لنخلص الكمية كاملة. ويفضل أن نحطها بالفريزر لمدة نصف ساعة عشان تتماسك الخلطة على الدجاج وقت القلي. نخلص الكمية كاملة. وهذا اللي طلع معانا صحن من سويت نوعين اللي هو الكورن فليكس والطحين. بعدها لازم نسخن الزيت تقريبا لمدة ربع ساعة قبل ما نستخدمه، يكون يعني ساخن. بعدها ننزل قطع الدياي وما نقلبها لنتأكد ان السطح اللي تحت استوى عشان ما تتفتت معانا الخلطة، وبعدها نقلبها. ولما تاخذ لون ويستوي الدياي ننشفها، نحطها في مصفاة أو ورق مطبخ. وهذا هو الشكل النهائي. أتمنى أنكم تجربون معانا الطريقة وتعجبكم، وعلينا وعليكم بالعافية.